صدق خوتي خواتاتي. كذلك كلنا تقريبا شفنا ديك الاتهامات الخطيره ديال العادل العمري تجاه الجامعه المغربيه، وكذلك كانت واحد الدور كبير الكاف الله يجزيها بخير. تمت معاقبته عده عقابات اللي هي اساسيه تقريبا 10,000 دولار، وكذلك عطاته 8 الماتشات ما يدربهمش. من بعد ما شاف تنزانيا الاتحاد التنزاني، من بعد ما شاف العقوبه ديال الكاف نحو المدرب اللي كيدرب حاليا المنتخب التنزاني ديالهم، لذلك تمت الاقاله ديالو بالضغط. لذلك كنشوفوا الاخوان كذلك 8 الماتشات من غادي يغيبهم، وكذلك كاينين في المجموعات تقريبا 300 شهر. لذلك تنزانيا كتفكر بطريقه اللي هي ايجابيه، ذلك تمت الاقاله ديالو. صراحه الله انا ما عطيتش الامور بجديه، ولكن واحد الحاجه اللي خلاتني نمشي نبحث ندير واحد البحث، مشيت نشوف ردة الفعل ديال الاعلام ديالو. وبيني وبينكم الدراري والله العظيم الا تصدمت واحد الهضره اللي كيقولوا، واحد الطريقه ديال التعامل، واحد الطريقه ديال هذا، والله العظيم اخوتي الا تصدمتوا غنخليكم وانتم عطوني ردة الفعل ديالكم وعطوني الراي ديالكم في التعليقات. لانها هي التي تتحكم في كل صغيره وكبيره. عادل عمروش في التصريح تاعو اللي ادلى به ما قال الا حقيقه يعرفها الجميع في الاتحادات الافريقيه لكره القدم. وانا حسب رايي هذه ربما اقول لك اسرع عقوبه اتخذها الاتحاد الافريقي لكره القدم، يعني بلا كومبيتيسيون. اسرع عقوبه. زيد حاجه واحده، يعني اللب تاع القضيه اخواتي دائما عندما كيلقاو شي فرصه، اي فرصه كالتحليل لو بسيطه جدا كيحاولوا رياكتو في المغرب، كيحاولوا يسبوا في المغرب دائما. ولذلك حنا راه دائما كنبقاو خوت، ما خصناش نبغوا لهم دائما الشر وما يبغوا لنا الشر، ونبغوا الشر للخوت الجزائريين وخوتنا المصريين. دائما كنبقاو حنا عاد خصنا نكونوا متماسكين يد واحده، كما حتى هما شجعتنا مثلا مصر شجعتنا في ايام الكاس العالم. لذلك حتى حنا خصنا نشجعوهم. للاسف الشديد كنشوف التعليقات، كنشوف فيسبوك، كنشوف واحد الفئه اللي كبيره بزاف اللي كتشجع دائما كتشجع الفرق اللي ما كتوصلنا، ما كنوصلوهم، ما كيعرفونا، ما كنعرفوهمش. مثلا بحال افريقيا كنشجع افريقيا باش تربح، باش ما تربحش مصر ولا الجزائر. هادشي صراحه الله الدراري كيألم القضيه اننا نحن في النهايه راه امه واحده، لان هذه واحد الرساله اللي رساله حقيقيه. لذلك خصنا نكونوا متماسكين، ما خصهاش تفارقنا كره القدم، بل خصها تجمعنا كره القدم. لذلك اللي لعب راه بصحته، اللي ما لعبش راه يتحمل المسؤوليه. ماشي حنايا كنتسناو هذا كيخسر هذا كيخسر نبدا نتقوس على هذا، ديك العبر اللي كتداول حاليا. لذلك كنتمنى والله يكون وصل لكم الاخوان الميساج، ما نبقاوش بحال هكا كره كتبقى فقط جلده، ما خصناش ناخذوها بعين الاعتبار بواحد الشكل اللي كبير. لذلك خصنا نخرجوا الكره بطريقه اللي هي منطقيه، نتواصلوا معاك بطريقه اللي هي منطقيه، نتحاور معاك بطريقه اللي هي محترمه، كل واحد كيبقى بالحدود ديالو. انا ما خصنيش نطاول على الحدود ديالك، وانت ما خصكش تطاول على الحدود ديالي. خصها تبقى بحال هكا الحلاوه ديال الكره، ماشي انت كتسناني انا نخسر، انا كنتسناك كتخسر، انا كنبدا نتسنى نهار كامل، انا كنضيع في الوقت 4 سوايع. تخيل معايا واحد الفئه كتسنى 6 سوايع باش تفرج في الماتشات ديال مصر الجزائر باش تخسر، كذلك هما كيتسناو 4 سوايع 5 سوايع باش تشوف الكم الهائل ديال تضييع الوقت باش غير واحد الفريق انت ما كتحبوش ولا ما كتحملوش باش يخسر. لذلك هذه العقليه خصنا نغيروها الاخوان الله يجازيكم بخير، لانها ما كتعتبرنيش انا كمسلم، وما كتعتبركش كمسلم، لاننا نحن مسلمين، والمسلمين دائما اخوه.